السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عاملين إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام. الجزائر عملت عدة مشاريع، آلاف من المشاريع، بسم الله ما شاء الله. لاقي دايما اختراعات وتجارب ناجحة ومشاريع عملاقة ومشاريع ضخمة وحاجات مكلفة، يعني آلات، أحدث الآلات، حاجات بتكلفة عالية جدا، مبالغ عالية جدا، ومشاريع ما شاء الله كلها ناجحة. عشان كده قلت لكم قبل كده العقل العربي ذكي جدا. تعالوا بينا نشوف الفيديو مع بعض وهرجع لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. اتفضلوا. صناعة السيارات في الجزائر بوصلة جديدة تقودها عبر طريق متعرج على أمل إصلاح ما أفسدته سنوات من سوء الإدارة. ثورة جزائرية في صناعة السيارات تضع البلاد على المسار الصحيح لمنافسة إقليمية متوازنة مع الجارة المغرب. مئات الآلاف من السيارات أصبحت متاحة في سوق كانت المركبة فيه تعد أشبه بعملة نادرة. مصانع عالمية وعلامات تجارية فاخرة أصبحت الآن متوفرة في سوق الجزائر الواعد. من دولة عانت لسنوات من فضيحة نفخ العجلات إلى دولة نجحت في تصنيع أول سيارة كهربائية بمكونات محلية خالصة. صناعة السيارات في الجزائر، القصة كما نرويها لكم في هذا الفيديو. لا تنسوا متابعينا الأعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أصبح قطاع صناعة السيارات أولوية للجزائر بهدف تقليل الواردات والتنافس مع المغرب المنافس الإقليمي، إضافة إلى تنويع الاقتصاد لمواجهة خطر انخفاض عائدات النفط. ولدت صناعة السيارات في الجزائر عام 2012 عندما دخلت شركة رينو الفرنسية بشراكة مع الحكومة لبناء أول مصنع في البلاد بالقرب من وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر. تبعتها شركات أخرى مثل هيونداي الكورية الجنوبية التي افتتحت مصنعها للتجميع في تيارت عام 2016، وفولكسفاجن الألمانية التي بدأت عملياتها في العام التالي في غليزان. شهدت سوق السيارات الجزائرية تحولا كبيرا نحو مرحلة صناعية لا تزال حديثة العهد، لكن القطاع واجه عواقب كبيرة أعادته إلى نقطة الصفر. لفهم المسار المتعرج لهذا القطاع يجب العودة إلى عام 2014. في ذلك العام فرضت الحكومة مواصفات وشروط جديدة لاستيراد السيارات على 3 مستويات: السلامة، الراحة، وأنظمة نقل الحركة. نتيجة لذلك أجبرت العديد من مراكز توزيع السيارات على الإغلاق، إما لعدم قدرتها على تلبية المتطلبات الجديدة أو لعدم حصولها على رخصة للاستيراد. امتدت هذه الإغلاقات إلى شبكات الوكلاء المعتمدين الذين يمثلون العلامات التجارية في جميع أنحاء البلاد. جاء نظام الحصص هذا كأجزاء للحد من الواردات بعد انهيار أسعار النفط، وذلك للحد من نزيف النقد الأجنبي في الجزائر، خاصة بعد أن بلغت واردات الجزائر من السيارات في عام 2013 أكثر من 650 ألف مركبة بقيمة 7 مليارات دولار. لكن هذه الإجراءات خلفت عواقب وخيمة، إذ أدت إلى تسريح آلاف العمال وانخفاض عدد المركبات الجديدة من 400 ألف وحدة إلى 100 ألف فقط في عام 2016. رافق شح المعروض من السيارات انخفاض قيمة العملة الوطنية الدينار في أسواق الصرف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ. وردا على ذلك أطلقت الحكومة عدة مشاريع لتركيب وتجميع السيارات بهدف جعل الجزائر مركزا لتصنيع السيارات. في غضون سنوات حصل أصحاب المصانع الجديدة على امتيازات عديدة، منها الحصول على أراضٍ مجانية وإعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات شريطة تحقيق نسبة إدماج محلية في الصناعة. لكن هذه المصانع فشلت في تحقيق تلك النسبة، حيث استمرت في استيراد أجزاء السيارات بشكل كامل. أثار هذا الوضع جدلا واسعا في الجزائر، وأصبحت مصانع السيارات تعرف بمصانع نفخ العجلات، في إشارة إلى أن الجزائر تستورد جميع أجزاء السيارات من الخارج وتكتفي بتركيب العجلات محليا. السيارات الجزائرية عصر جديد. منذ عام 2019 لم تشهد الجزائر سوى 10,000 من المركبات الجديدة، وهو العام الذي أطيح فيه بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت
تحت ضغط المظاهرات الشعبية أصبحت فضيحة السيارات محورا لأول محاكمات الفساد الكبرى في حقبة ما بعد بوتفليقة، حيث أدين العديد من رؤساء مصانع تجميع السيارات بتهم الفساد. تعهد الرئيس عبد المجيد تبون فور وصوله إلى السلطة بمراجعة قطاع السيارات بالكامل، وصرح في اليوم التالي لانتخابه: لا يمكن وصف بعض المشاريع بأنها صناعة لأنها مجرد واردة مقنعة. أسفر الفساد المستشري في هذا القطاع على خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار. وفي نفس العام فرضت الجزائر حظرا على استيراد قطع السيارات لمصانع التجميع، مما هدد هذه الصناعة الناشئة بالانهيار، خاصة بعد سجن العديد من مديريها التنفيذيين. تسبب هذا الوضع في توقف شركات كبرى على الإنتاج مثل فولكس فاجن التي أوقفت عملياتها إلى أجل غير مسمى. وفي مايو 2020 أغلقت شركة كيا الكورية الجنوبية خط تجميعها في الجزائر في محاولة لإعادة هيكلة القطاع ومنع تكرار الفضائح السابقة. فرضت الحكومة قواعد جديدة من بينها اشتراط أن تحتوي المركبات المباعة في الجزائر على 30% من الأجزاء المصنعة محليا. يشهد سوق السيارات في الجزائر حاليا نقلة نوعية من دخول علامات تجارية عالمية جديدة. من بين الوافدين الجدد من المتوقع انضمام علامات صينية وألمانية وإيطالية إلى السوق قريبا، ومن أشهرها بيتل وتويوتا وتسلا. كما يتوقع أن تؤدي الزيادة في السيارات الجديدة إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الجزائر. وقبل نهاية عام 2022 وقعت الجزائر اتفاقية مع العلامة الإيطالية فيات لإنتاج 90,000 سيارة سنويا من خلال بناء مصنع في ولاية وهران. كما أبدت اليابان اهتماما بالاستثمار في قطاع السيارات الجزائرية. تستعد البلاد أيضا لدخول عصر السيارات الكهربائية، حيث أنشأت 20 محطة شحن مخصصة لهذه المركبات. وفي إنجاز جديد نجحت الجزائر في إنتاج أول سيارة كهربائية بمكونات محلية بالكامل تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة، وصنعت بواسطة مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية. تحتاج الجزائر إلى نحو 300,000 سيارة جديدة سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية. ويبقى السؤال: هل ستنجح البلاد في تحقيق هذا الهدف عبر مصانعها الجديدة التي تعمل وفق شروط محددة، أبرزها أن تحتوي السيارات على 30% من المكونات المحلية خلال مرحلة التصنيع؟ شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شفنا الفيديو مع بعض. الجزائر بتبهر العالم، ولسه كمان يا رب كده دايما لمزيد من النجاح والتفوق والازدهار وحاجات كده تفيد البلد. ويا رب احفظ كده جميع شبابنا، ونشجع ولادنا ان هم يطوروا ويفكروا ويعملوا مشاريع ان شاء الله تبقى ناجحه، واكبر مشاريع يا رب ان شاء الله على مستوى الوطن العربي والعالم كمان. فيا رب كده دايما مزيد من نجاح لنجاح لدولة الجزائر الشقيقة. رب يحفظ جميع اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لكم جدا، مستنيه تعليقاتكم عن الفيديو. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.